الله الرحمن الرحيم. يا صباح الورد عليكم، لو بتشوفوني الصبح ومساء الفل لو بتشوفوني بالليل، يا احلى اهلا متابعين. انا ام احمد وجايه لكم النهارده كده بفيديو جديد، حاجه كده ما شاء الله عظمه. بما ان بقى الطماطم كتير وماليه السوق ورخيصه، التلاتة كيلو ب10 جنيه. ما هي مجنونه بقى، مره ب50 جنيه والتلاته النهارده ب10 جنيه. فقلت كده يلا هاتي كده شويه. انا معايا هنا 3 كيلو ونص من الطماطم، هنعملهم كده شويه مربى انما كده عسل. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه وهنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، ومعايا 3 كيلو ونص من الطماطم. هنزل بيها كده في المية المغلية. والهدف من الطماطم ان احطها في المية المغلية، مش هي ان اسلقها خالص، لا مش هسلقها نهائي، تمام. ولكن هقلبها كده دقيقتين تلاتة لحد ما الطماطم القشرة بتاعتها تفتح معايا بالشكل ده. الطماطمايه اللي تشوفيها وتلاقيها القشرة بتاعتها كده فتحت كده، شيليها على طول وطلعيها من المية المغلية، حطها في مية باردة، تمام. ده الهدف من ان انا احطها في المية المغلية. ليه؟ عشان تسهل معايا سهولة التقشير الطماطم. ماشي كده خلاص. الطماطم كلها ما شاء الله معايا فتحت كده القشرة بتاعتها. طلعتها على طول، حطيتها كده فين؟ في المية الباردة. وهبدأ كده اقشرها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبما انكم بقى وصلتوا معايا هنا حبايب قلبي كده، ما تنسوش تحطوا لايك، وكمان لو لسه جداد في القناة اشتركوا بسرعة كده وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل فيديوهات جديدة بنزلها، تمام. القناة مش هتكبر الا بيكم حبايب قلبي، وعشان كمان الكل يستفيد. خلاص كده. هنا بقى بنقشر الطماطم، شفتوا ليه ان انا حطيتها في المية السخنة اهي؟ عشان تسهل معاكي التقشير بالطريقة دي. خلاص. خلصنا كل تقشير الطماطم. هنعمل بقى ايه الخطوة الجاية؟ هنجيب بقى كده معايا بولة صغيرة ومعايا كمان طبق، عشان هعمل ايه؟ هبدأ بقى كده اشق الطماطمايه نصين واحاول اطلع القلب منها كلها. البذر كله لازم اخليه منها، ومش هاخد بس غير اللحم اللي هو بتاع الطماطم الخارجي، تمام. تاني اهو، هجيب الطماطمايه اشقها نصين وابدأ كده بالسكينة هنزع منها البذر كله الموجود جواها والقلب بتاعها. انا مش هاخد من هنا الا اللحم بتاع الطماطم بس. وهنا طبعا القلب الكميه اللي طلعت دي كلها انا مش هرميها، خليكم معايا كده عشان نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى البلانشا وهجيب بقى الطماطم اللي انا خدتها كده وابدا اقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. معايا ولا رحتوا مني فين؟ حطيتوا اللايك ولا لسه حبايب قلبي؟ حطوا لايك، انا شايفاكم، ما تسرحيش معايا كده وتنسي اللايك. خلاص. هنا بقى قطعت كمية الطماطم كلها زي ما انتوا شفتوا كده. هجيب بقى مصفى ضيقة جدا وهعمل ايه؟ هصفي بيها قلب الطماطم اللي احنا طلعناه. بما ان فيها كلها مية وفيها كده جزء من الطماطم، هبدأ اصفيها كلها، تمام. هنا بقى الطماطم دي كانت في الاول كده حوالي 3 كيلو او 3 كيلو ونص زي ما قلت لكم. المهم طبعا بعد ما حطيتها في المية وقشرتها ونزعت منها القشرة وطلعت منها القلب والبذر، وزنتها على الميزان لقيتها بالظبط صفت معايا 1.5 كيلو من الطماطم، تمام. وبما اننا عارفين ان احنا لكل كيلو من الفواكه اللي هعملها مربى لها نص كيلو من السكر. الطماطم طبعا غير، خلاص الطماطم عامة هي مسكرة. فانا هنا حطيت الكيلو كله. خلاص انا كنت حطيت منه 3 كوبايات وسبت كده شوية. لا، حطيت الكيلو على الكيلو ونص من الطماطم، تمام. انا معايا كيلو ونص صافي، فانا حطيت له هنا الكيلو كله ودقتها لقيت ما شاء الله الطعم بتاعها مظبوط جدا. انا مش بحب المربى اللي السكر بتاعها عالي، تمام. هنا بقى لما حطيتها على النار، رفعتها طبعا على النار بعد ما قلبت فيها السكر، بدأت تغلي تعمل رغاوي. بدأت أشيل الرغاوي من على وش المربى بتاعتنا لغاية لما تنزعي الرغاوي خالص، تشيليها هتسيبيها طبعا على النار، نار متوسطة كده تغلي لغاية ما وصلت لهنا. ادت لها نص ضربة كده بالهاند بلندر، نزلت عليها بعصير ليمونة كبيرة، وكمان حطيت قطعة كده صغيرة من القرفة. وحبيت اعزز اللون شوية اللي معايا. الحمد لله كان اللون جميل قوي، بس حبيت اعززه شوية، فحطيت نقطتين كده من لون الطعام الاحمر
ولو مش حابة تحطيه ما تحطيهوش خالص، تمام، عادي خالص ممكن تستغنى عنه. حطيت كمان هنا نص معلقة صغيرة من الفانيليا تديها ريحة كده حلوة، تمام. وهنا بقى كمان حبيت اضيف ربع معلقة ملح ليمون كمادة حافظة. برضو لو مش عايزة تحطيها وتكتفي بس بالعصير الليمونة برضو مفيش مشكلة خلاص، بس انا حطيتها عشان المربى بتغيب عندي شوية فحطيتها كمادة حافظة. وهبدأ اقلب فيها كده على النار لغاية لما حجمها خلاص آه يعني قل بمعنى استوت. ببدأ أعملها بالاسباتيولا كده وبشد خط في النص. الخط ده فضل أبيض زي ما هو كده، إن المربى ما لمستش لبعضها خلاص عارفة إن هو استوى. بصوا أنا ضربتها بس نص ضربة ما ضربتهاش أوي نعمتها، أنا بحب المربى يكون فيها قطع كده زي مربى التين بالظبط. مش عايزة أقول لكم بقى ريحتها وطعمها بجد والله العظيم رهيب، جميلة أوي أوي أوي. انتوا لسه قاعدين، انتوا سايبين الطماطم ده بالنهار ال3 كيلو ب10 وبالليل ال4 كيلو ب10. بسرعة بسرعة وروحي هاتي واعملي شوية مربى لولادك. ايه ده، قومي دلعيهم. وبصي ما شاء الله طبعا انا جبت البرطمانات بتاعتي دي كنت غسلاها ومعقماها كويس قوي وناشفة جدا ما شاء الله. بدأت اعبيها. وهنا لو ما عندكيش برطمانات ممكن تجيبي عبوات من العبوات دي رخيصة جدا، تقريبا ال3 ب10 جنيه او ال4 مش فاكرة بالظبط، انا كنت شارياهم كده من زمان. اهي زي ما انتم شايفين كده حطيت فيها برضو. انا بقول لك لو انت ما عندكيش برطمانات تمام ممكن تستخدمي العبوات دي رخيصة وبتتقفل برضو بقفلة محكمة ما شاء الله جميلة جدا جدا. والمربى بتاعتنا النهاردة بصراحة حاجة كده خيال. هم على فكرة والله طلبوها مني، في كتير طلبها مني تاني عشان كنت عملتها معاكم السنة اللي فاتت فطلبوها مني السنة دي فقلت اعملها لهم. وعايزة اقول لكم كده ان هي حكاية بجد. يعني اللي بيسمع كلمة مربى طماطم يقول ايه ده مربى طماطم، ايه ده هو في مربى، لا في مربى طماطم. لكن اللي بيدوقها بقى يقول لي دي مربى ايه، يقول لي دي مربى فراولة، لا مربى تين، بتشتتوا إيه في رأيهم بصراحة من طعمها الجميل جدا. ماشي. فيا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وكنت عند حسن ظنكم. وقبل ما اختم معاكم ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت محفز حلو منكم كده، واللي ما حطش اللايك يحطه. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. حبايب قلبي مع السلامة.